مش كل تأخير معناه إنك اتنسيت. في حاجات ربنا بيأجلها عشان تبقى عظيمة. عارف، كل دمعة نزلت، كل ليلة نمت فيها مكسور، كل مرة حسيت إنك لوحدك وإن مفيش حاجة بتتغير، ما كانتش نهاية. دي كانت بداية تجهيزك لحاجة أكبر بكتير. انت بس يمكن شايف إن كل حاجة بتضيع، بس الحقيقة ولا حاجة راحت، ولا لحظة صبر كانت ببلاش. افتكر النبي أيوب عليه السلام، سنين من التعب، مرض، فقد، ألم، كل حاجة حواليه كانت بتقوله خلاص، بس هو ما استسلمش. فضل قلبه متعلق بربنا حتى وهو موجوع. ولما اللحظة جت، ربنا عوضه بطريقة تخلي كل اللي فات ولا حاجة. وعشان كده كل باب اتقفل في وشك ما كانش عقاب، كان حماية. كان بيقولك ده مش مكانك، استنى اللي يليق بيك. الحياة مش قاسية زي ما انت فاكر، بس هي يمكن بتختبر اللي بيستحمل واللي بيتمسك بالأمل حتى وهو موجوع. مفيش مشكلة لو وقفت شوية، بس ما تسيبش نفسك خالص، علشان ببساطة اللي انت مستنيه مستني اللحظة الصح عشان يوصلك.